انا عارف جسمك بيقشعر لما بتسمع الصوت ده. بصراحة وانا كمان في اصوات كده مجرد ما بتسمعها جسمك بيقشعر، تحس ان ودنك عايزه تطير من مكانها. صوت الشوكة على الطبق، صوت المسامير على السبورة، او حتى حد بيقطع ورقة جنبك بس ببطء. بس ليه الاصوات بتضايقنا بالشكل ده؟ لو انت ربنا كرمك ودماغك في حتة تانية وما بتاخدش بالك اصلا من كل الاصوات دي، ولو اللي قدامك هيتنطط عشان في صوت انت بتعمله تحس ان هو مأفور، وانت فعلا الصوت مضايقك للدرجة دي؟ ايه هي الاصوات اللي بتخليك عايز تهرب؟ اكيد في صوت معين بيخليك فجأة مش قادر تستحمله، بس خليني اقول لك انت جيت بالك انهي اصوات. الشوكة وهي بتحك في الطبق، الصوت ده بيحسسك انك ودنك بتصرخ. طب عارف حتى المسامير على السبوره حرفيا كأن حد بيخربش جوه دماغك. طب عمرك كنت قاعد وحد بياكل بصوت عالي حسيت بايه وقتها؟ خصوصا لو حد بياكل خيار مثلا. شكرا، يومك اتقفل كده. السلام عليكم. السلام عليكم بجد. هو احنا ليه دماغنا بتكره كل الاصوات دي؟ هو الموضوع مش ان احنا بنتدلع او بنبالغ، كل حاجه وراها سبب علمي، ففي سبب علمي ورا الاصوات دي اللي بتخلينا نحس ان انت جسمك مقشعر او متعصب متوتر. هو مش مجرد شوكه وطبق، المشكله كلها بسبب جزء في المخ اسمه الاميجدالا، وده بيكون مسؤول عن ردود الفعل العاطفيه زي الخوف، التوتر. العلماء بيقولوا ان الاصوات الحاده زي صوت الشوكه على الطبق بتشتغل على ترددات معينه ما بين 2000 و 5000 هرتز، والترددات دي دماغنا بتترجمها كانذار خطر. بيب 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 بيب. الحقيقه اول مره هقول لك انت مش اوفر، بس يمكن دماغك هي اللي اوفر وبتكبر الموضوع شويه. يا عم دي شوكه يعني. انا كنت بقول زيك كده لحد ما كنت عارف القصه لحد هنا، لكن في جانب تاني هيقنعك زي ما انا اقتنعت بالظبط. زمان لما كنا عايشين في الطبيعه، تخيل معايا، الاصوات دي كانت مرتبطه بالحيوانات المفترسه او الاصوات اللي بتدل عن خطر قريب. طب حصلت معاك مره كنت مروح في اي وقت سواء صغير او كبير، سمعت صوت كلب من بعيد فرحت لافف من الشارع التاني؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل. ودنك بعتت اشاره لعقلك ان في خطر في الحته الفلانيه، فانت رحت لافف وماشي من بعيد تجنبا للخطر. يؤسفني اقول لك ان انت مش دراما كوين لما بتتعصب من الاصوات دي، ده جهازك العصبي هو اللي بيخاف عليك. يعني جهازك العصبي هو اللي دراما كوين مش انت. طب في سؤال، هل في ناس بتتاثر اكتر من ناس؟ مش كل الناس بتسمع الاصوات دي بنفس الطريقه. دايما في الشله هتلاقي حد بيقول للتاني يا ابني بطل تعمل الاصوات دي شويه، تلاقي فزلوكه الشله طلع قال لك ماله يا عم هو عمل ايه، انت اوفر ليه؟ بس لحظه واحده قبل ما تقول عليهم اوفر، في ناس عندها حاجه اسمها ميسوفونيا، ودي حاجه بتخليهم يتوتروا جدا من الاصوات المزعجه حتى لو كانت حاجه بسيطه زي صوت حد بياكل او بيخبط على المكتب بزياده. يعني لو عندك حد في حياتك بيتعصب من اصوات انت فاكرها تافهه، اوعى تستهون بيه، هو مش نكدي، هو حرفيا بيعاني. طب نحل المشكله دي ازاي؟ لو الاصوات دي بتضايقك جدا، طب جرب الحاجات دي. جرب تستخدم سماعات عزل الصوت خصوصا لو وقتك كله في الشغل او في اماكن زحمه. تاني حاجه، حاول تشتت انتباهك. لو سمعت حاجه بتضايقك ركز على حاجه تانية زي موسيقى هاديه، وايت نويز، دلع نفسك. ولو مش عارف ايه الوايت نويز سيب لنا كومنت ونعمل لك حلقه عليها، تتؤمر بس عينينا الاثنين. العلاج السلوكي المعرفي، في ناس بيجربوا يعرضوا نفسهم للاصوات دي بشكل متكرر عشان يتعودوا عليها تدريجيا. طب شفت فيلم عصابه الدكتور عمر؟ اللي بيخاف من النار كان بيرميه في النار، واللي بيخاف من المرتفعات بيطلعه اخر دور. اللي بيسمع الاصوات دي هو برضه بيسمع نفسه الحاجات اللي بيخاف منها. العلاج السلوكي المعرفي بقى هو انك تواجه مشكلتك، تسمع نفسك الاصوات اللي انت بتخاف منها وتجبر ودنك عليها انك تسمع الاصوات دي فما بقتش تخاف منها. بس الحكايه دي محتاجه شويه صبر. يعني من الاخر لو حاسس انك بتتوتر من الاصوات دي فاعرف ان ده جزء من طبيعه دماغك مش بس حاجات فيك انت. فالمره الجايه اللي تسمع فيها صوت الشوكه وهي بتخربش في الطبق اعرف ان دي غريزه قديمه موجوده فيك بتقول لك اهرب، بس ما تخافش، انت مش في غابه، انت بس في عزومه. قولوا لي ايه اكتر صوت بتحس ان انت ودنك بتطلب المساعده وتقول لك ارجوك ابعد عن الصوت ده؟